يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا احلى اطفال؟ انا ماما اسماء، وجايبه لكم النهارده حكايه جميله قوي من وقت القصه مع ماما اسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الابطال ونتعلم حاجات حلوه كتير. تعالوا نسمع القصه سوا ونشوف هنتعلم ايه النهارده. عنوان القصه: كوكا الغزاله والسر اللي لازم يتقال. كان يا مكان في غابه خضراء وهاديه، كانت الغزالة كوكا رقيقة ومحبوبة من كل الحيوانات. وفي يوم وهي بتلعب مع أصحابها خبطت بالغلط فازة الأرنوب، وكانت فازة غالية عليه جدا. اتكسرت الفازة وخافت كوكا تقول الحقيقة، وجريت بعيد وسابت الفازة مكسورة. الأرنوب شاف الفازة وزعل جدا وقال: مين كسرها؟ مين كسر الفازة بتاعتي؟ دي كانت هدية من تيتا. كوكا كانت سامعاه وزعلانة جدا، وفضلت تفكر طول الليل، وقالت لنفسها ان لازم اقول الحقيقة حتى لو خفت، بس الصدق دايما احسن. وفي تاني يوم راحت كوكا وهي مكسوفة وقالت له: انا اللي كسرت الفازة يا ارنوب، بس والله مكانش قصدي، وكنت خايفة اقول. الارنوب ابتسم وقال: انا زعلت شوية، بس الصراحة ريحت قلبي. شكرا يا كوكا على صدقك. ومن ساعتها كوكا بقت قدوة في الصدق، وكل الحيوانات بقوا يحبوا امانتها. العبرة من القصة يا حبايبي ان الصدق بيخلي الناس تثق فينا وتحبنا، لان الصدق دايما بينجينا من اي حاجة وحشة. فأهم حاجة نكون صادقين ونعترف، لأن الصدق دايما بيخلي القلب مرتاح. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم. مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.